100 مليون أهلاوي على بعد ساعات قليلة من مباراة الحلم والثأر في نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا هنتكلم النهاردة على مباراة الحلم والثأر زي ما قلت في البداية، وبطولة الانتركونتيننتال. هنتكلم كمان عن قصة جوميز وهاشتاج رهيب جدا، رجع فلوس المية يا لبيب. هنتكلم كمان عن المدير الفني الجديد لنادي الزمالك. بس قبل ما نبتدي يا ريت تستأذن حضراتكم ما ننساش نعمل لايك ونعمل اشتراك في القناة علشان يوصل لنا كل جديد. اول حاجة نتكلم عن مباراة خلاص اللي بنعد لها في ساعات قليلة جدا، وهي مباراة نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال بين الاهلي وفريق باتشوكا المكسيكي. طبعا دي مش مباراة حلم بس لكل الاهلاوية اللي انا واحد منهم، لكن دي بالفعل مباراة ثأر. احنا مستنيين المباراة دي من 2008، من ساعة ما باتشوكا فاز علينا في كأس العالم للأندية. طبعا انا شايف ان في فرص كتير جدا 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 بتيجي للاهلي في انك يعني مثلا على سبيل المثال للحصر صن داونز مثلا لما يغلبك في مباراة فتبص تلاقي الظروف بتتظبط على انك تلاعب صن داونز تاني علشان تقدر تاخد حقك وتقدر تاخد طارك الكروي منه. الترجي مثلا لما يفوز عليك في كاس افريقيا، في بطولة في بطولة افريقيا، فيشاء القدر انك تقابله تاني في بطولة افريقيا علشان تكسبه وتاخد منه البطولة من المباراة النهائية. ده اللي حصل السنة اللي فاتت او البطولة الاخيرة. الوداد المغربي طبعا عارفين كلنا قصة الجواب المخفي في اتحاد الكرة المصري، فنروح هناك ونلعب مباراة ونتغلب وياخدوا مننا البطولة على ارضهم. فيشاء السميع العليم ان السنة اللي بعديها تتظبط الدنيا علشان نروح ناخد البطولة منهم على ارضهم. فدايما هي بتحصل كده، وعشان كده انا ده جزء من الحاجات اللي مخلياني متفائل جدا بكرة، ان شاء الله ان شاء الله هي مباراة ثأر للاهلي، والاهلي ما بيسيبش طاره. فان شاء الله انا متفائل جدا 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 باذن الله ان الاهلي هيفوز بكره ويرفع كأس التحدي ويوصل للمباراة النهائية لملاقاة ريال مدريد. يعني مش عارف ايهما فخر بصراحة لكل اهلاوي ولكل مصري، اللي دايما كل فيديو بقول نفس الجملة: هو فخر لكل مصري غير حاقد وغير ميدو. بس كده، هي فخر لكل مصري غير حاقد وغير ميدو وخالد الغندور وعمرو الدرديري والناس الحلوة دي كلها. يعني اي حد عنده عقل وعنده بس احساس بانه مصري هيقدر يشجع النادي الاهلي بدون اي احقاد. ده بنتكلم بالنسبة طبعا بالنسبة بقى لتشكيل النادي الاهلي، بالنسبة لكل ده هنعرفه بكرة مع بعض ان شاء الله، لانه طبعا في تكتم رهيب من كولر ومن الادارة على الفرقة، مفيش حد عارف حاجة طبعا. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني ربنا يوفق كولر بكره بانه يكون فايق وواقف على الخط، عارف الدنيا ماشيه ازاي ورايحه فين وجايه منين، لانه في ماتشات كده قليله جدا، بس في ماتشات بيبقى كولر واقف على الخط تحسه تايه مش مستوعب ايه اللي بيحصل حواليه. فيا رب بكره يكون يوم كولر ويكون يوم اللعيبه، وربنا يوفقه باحسن خطه وباحسن تكتيك وباحسن تشكيله علشان يقدر يفوز المباراه. دي اول حاجه. نروح بقى للحاجه الثانيه، لقصه جوزيه جوميز اللي كل يوم بيظهر ان اعلامي الزمالك وجماهير الزمالك، مش عايز اقول حاجه تزعل حد مني، بس ان هم فعلا عقلهم وتفكيرهم ابعد شويه من انه محدود، يعني اقل من المحدود. هما طبعا كان في البدايه هما كله في ناس، على فكره في ناس لغايه النهارده عندها قناعات ان النادي الاهلي ومحمود الخطيب هما السبب في ان جوزيه جوميز يمشي، رغم ان الراجل طلع ببيان يعني تراني تاثرت
يعني بيان يخلي الواحد يبكي. طبعا هو طبعا بيان ضحك على الناس يعني، وبيستعطف الزملكاويه، بس الزملكاويه تمام بيجي معاهم الكلام ده قوي وبيصدقوه بيعيشوه يعني. لكن الراجل قال حاجات في البيان انا شايفها انها جزء من العار. لما مدير فني لنادي الزمالك يقول لك انا في المباريات بشتري، في المباريات الوديه بشتري الميه للعيبه على حسابي، ده ايه؟ فانا وصلت لان احنا لازم نعمل هاشتاج، والهاشتاج ده لازم يلف الدنيا كلها زي ما كان بيتقال لنا قبل كده، رجع الساعات يا خطيب. فانا شايف ان احنا طبيعي جدا ان نقول رجع فلوس الميه يا لبيب. يعني وبعدين انا عايز اسال حاجه، هو برضو حاجه انا مستغربها جدا. نادي الزمالك عمال يفكر في كوبر ومش عارف ومين وناس بارقام كبيره جدا. اذا كان هو اصلا راجل طفش من عندك وهرب علشان ما بياخدش مستحقاته وما بياخدش فلوسه وما بياخدش راتبه اللي كان $60,000، فانت بتكلم ناس ب 150 وب 200,000 دولار ازاي؟ انا مش فاهم. ولا انت هتدي زيزو اصلا اللي بقت كل مشكله نادي الزمالك قائمه على زيزو دلوقتي؟ جماهير الزمالك، اداره الزمالك، كل الناس بتلم عشان تجدد لزيزو، ومش هيجدد زيزو، مش هيجدد زيزو، عايز يمشي من الزمالك. وانا اتمنى زيزو ده لو متاح للاهلي ببلاش الاهلي ما يجيبوش، لو متاح للاهلي ببلاش الاهلي ما يجيبوش. اتفرجوا على زيزو لما عبد الله السعيد وناصر ماهر راحوا الزمالك، زيزو اختفى حرفيا، ما بيلعبش كوره. وجماهير الزمالك على فكره هي اللي بدات بالفعل تقلب على زيزو. تعالوا بقى نتكلم في موضوع مهم جدا، هو برضو يخص نادي الزمالك، وكانت كارثه بالنسبه لي يعني، سمعتها يعني هي اشاعه بس تبقى مصيبه لو هي حقيقه، ان احمد حسام ميدو هيكون المدير الفني لنادي الزمالك، وشيكابالا هيكون المدرب العام. ويعني انا اتمنى كاهلاوي ان ده يحصل، مع ان انا ما بتمناش انهيار الزمالك، بس ده لو هو وجهة نظر ادارة الزمالك وجماهير الزمالك والناس وافقت على كده، يبقى تمام، يلا بالعافية على قلبكم، لانها هتبقى النهاية الفعلية او البداية الفعلية لانهيار الزمالك ونهايته. لان انتوا حاربتوا قد كده علشان مرتضى منصور يمشي، انتوا بترجعوا اللي اسوأ من مرتضى منصور، وهيبقى جوه الملعب مش قاعد بره في مكتب، لا ده هيبقى هو اللي مسؤول عن كرة القدم. فكرة القدم على الله السلام كده في الزمالك اذا ده حصل. فهو ده اللي كنت حابب اقوله عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. زي ما قلت تاني، لو عجبكم الفيديو اتمنى من حضراتكم ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلنا كل جديد. سلام عليكم.